راكو تسمعوا في هذيك القرمشه تاع البوراك. خرج لي واحد البوراك بزاف شباب ويشهي. قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم نقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كي العاده والحوايج جبت لكم وصفه رمضانيه بوراك بالدجاج يجي بزاف شباب وعلامه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون خفيفه ظريفه عليكم. واذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش تدعموني باللايك والتعليقات تاعكم سواء كانت سلبيه ولا ايجابيه. ونخليكم كي العادة والعوايد مع المقادير، وإن شاء الله تكون عندكم رحابة صدر باش تكملوا الفيديو للأخير. كيما راكم تشوفوا هنايا المقادير مقادير بسيطة موجودة في كل بيت. عندي كمية صغيرة تاع الدجاج، نص حبة بصل مسكرفجة في رقيق، حوالي 4 حتى ل5 سنين تاع الثوم مسكرفجين في رقيق، كمية تاع المعدنوس، نضيف الملح، نضيف سكنجبير، شوية تاع قرفة والفلفل الكحل والزيت. نخلط كامل هادو لي زانغريديون مع بعض بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها هنايا. كيما على بالنا باللي لا فيون داشي راهي بزاف غاليه، والدجاج تاني ماهوش رخيص كيما يقولوا بصح. واش راح نديرو؟ على الاقل راه رخيص على لا فيون داشي. الوغ جبت لكم هاد الوصفه الاقتصاديه. نحط كل شيء على النار يتقلى مع التحريك المستمر، على بالنا باللي الدجاج هالشي الا خلينا هيتي بلا ما نحركو حيولي لك كتله واحده حتى يتقلى لي بيا كل شيء بيا مع بعض. نضيف له مغرفه كبيره تاع الفرينه، نخليها تتحمص شويه مع التحريك توجور المستمر، ونخليها تتحمص. نخليها تتحمص لي شويه ونضيف لها حوالي كاس تاع الحليب. هنايا الحليب على حساب الكميه اللي عندك. انا درت شويه كميه كبيره، نص درتو بورك، نص راه في الفريجيدار، راح ندير في حاجه واحده اخرى. ونضيف له شويه تاع الفرomاج مقطع بتي كوب. نحرك كل شيء بيا مع بعض ونخلي هذاك الحليب حتى يعقد لي، ونطفي عليه ونخليه حتى يبرد. هاو القوام اللي تحصلت عليه، قوام يجي بزاف شباب ويعطي لك واحد البنه علامه. وهنايا عندي لي فايت تاع البريك ورق تاع الديول قطعتهم على زوج. راح ندير معاكم البريوات. هنايا الشكل تقدري ديري الشكل اللي تحبي، انا فضلت نديرو على شكل مثلثات، دي تقدري ديري على شكل لي سيجار، لو شوا يولي ليك المهم في البنه. كيما راكم تشوفوا هنايا الطريقه اللي راني نخدم فيها طريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، وكاع الناس تعرف دير هذا الشكل. غير حنا برك نبارطاجو لي روسيت ونعطو لكم لي زيدي تاعنا، وكل واحد يدير كيما يحب. انايا كيما راكم تشوفوا الحبات تاوعي تاع البوراك ما نغلقهمش ني بالماء ني بالعجينه تاع الماء والفرينه، نغلقهم وحدهم، نخليهم هكاك ما نديرهم حتى حاجه. نكمل معاكم حبيبات باش تشوفوا بيان الشكل كيفاش يجيني ساهل. سي فغي كاين البنات هذا وين راهم يتعلموا، هذا كانوا يقراوا مازال ما دخلوش الكوزينه. والشهر رمضان هو الشهر اللي الكل يدخل الكوزينه، كي الكبير والصغير، الواحد تاني كيتعلم. دوك نجي هنايا باش نقلي معاكم الحبيبات تاوعي. كنت سخنت الزيت تاعي، ما لازمش يكون يسخن سخون بزاف بزاف، وما لازمش يكون بارد بيسكو الا خلينا الزيت سخن بزاف ما يطيبلكش من الداخل ويخرج لك معجن، ولا الزيت بارده راح يشرب لك بزاف الزيت ويجي مقهوم. كيما راكم تشوفون نقلي البريوات تاوعي حتى نتحصل على اللون اللي حبيته. انا نحبه شويه في الحموريه، ما نحبوش بيض. ونتلاقاو ان شاء الله على طاوله التقديم. كيما راكم تشوفوا هنايا هاو البوراك تاعي بعد ما كملته. انا كانت قعدت لي شويه تاع الشربه تاع الصباح، قلت على نزيد على روحي نروح ندير معاه شويه حبيبه تاع بوراك ونتعشاو بيها. صدقوا لي هاد الوصفه تجي بزاف بنينه وتجي علامه. ان شاء الله حتعتمدوا عليها في هذا الشهر الفضيل، وما حاش تخطي الطاوله تاعكم كيما قلت لكم قبيلك. الى جربتوا هذه الوصفه وحبيتوا بارطاجوا معايا التطبيقات تاعكم على الفيسبوك ولا الانستغرام ولا التيك توك. اسم الفيسبوك تاعي والانستغرام والتيك توك بنفس اسم قناتي كويزين ام انيا، مطبخ ام انيا.
وفي نهاية الفيديو معليا غير نقولكم يعطيكم الصحة وشكرا على دعمكم سواء من قريب ولا بعيد، ونشكر كل مشتركة جديدة دخلت لقناتي وتفاعلت في قناتي وحطت لي اللايك والتعليق. نتمنى تكثروا لي من التعليقات. كيما راكم تشوفوا هنايا حليت معكم حبيبه باش تشوفوها من الداخل، باش تعرفوا بلي البورك تاعي كيفاش جالي القهوه نتاعو كريمي من الداخل. وما عليا غير نقول لكم يعطيكم الصحه وشكرا، وانتظروني مع وصفه جديده.